أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم المميز مشاهير ديزاد، الذي يأتيكم كل يوم على الساعة 7:30 مساء، حيث نقدم لكم كل ما يخص الساحة الفنية من مسلسلات رمضان، أفلام السينما وأعمال أخرى. تابعونا وكونوا وفي حلقة دائما مع اليوم آخر نسلط الضوء الأخبار. على العمل الرمضاني اللي فات مات، الذي سيعرض على قناة وان تيفي من إخراج المخرج كريم موساوي. أحداث المسلسل تدور في حقبتين زمنيتين مختلفة تمر بها الأم وابنتها من خلال التغيرات الكبيرة ستطرأ بين حقبتين بين تسعينيات القرن الماضي و2019. المسلسل من بطولة الممثل مصطفى العريبي، ياسمين عماري، الممثلة الشابة سارة العلامة، زكريا بن محمد، منيا بن فغول، كنسة موسوس، كريم اليزيد والفنان عثمان بن داود. ولكن انسحب الممثل قدير عثمان بن داود من العمل وجاء بدله الممثل فيصل. كما لا ننسى شكر الكاست المبدع وكل فريق العمل الذي يساهمون في تقديم هذا العمل، ونتمنى لهم كل النجاح في مسيرتهم الفنية. وبذلك أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم. شكرا لكم على المتابعة، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا بمراجعة هذا العمل الرمضاني المميز. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد في الساحة الفنية، وتابعونا كل يوم على الساعة 7:30 مساء. إلى اللقاء في عدد جديد حيث سنتناول مزيد من الأعمال. دمتم في رعاية الله وحفظه.